طريقه مكرونه عملتيها قبل كده، وركزي لي في الحلوه دي علشان بجد مختلفه جدا. في سر انا عاملاه ما يخليش البانيه تشرب زيت. شايفين اللون؟ شايفين الكفر ماسك ازاي مش فاكك؟ في طريقه معينه معموله للمكرونه دي، في مكونات هنا ما اعتقدش حد عملها قبل كده. ايه يا جماعه متضايقين ليه من البانيه والمكرونه؟ هو مش اي بانيه ومش اي مكرونه برضو، هنا في موضوع مختلف وكالعاده برضو بسيط، يعني هو مختلف وبسيط جدا. اكله الانقاذ يا جماعه، والراعي الرسمي لكل سنين الجواز، مش اول كام سنه بس. طب تصدقي بقى انها فعلا وحشتني؟ مش اي حد يعرف يعملهم برضه. شفتوا يا جماعه لما تبقى البنت يعني بتنحاز لاكل مامتها؟ لا تنحاز ايه؟ هو في حد يشوف المنظر ده وما ينحسش؟ يا لهوي. فاكرين ان بكتر التوابل وكتر الحاجات وكتر الكفر موضوع ابسط من كده بكتير واطعم من كده مفيش. وانتوا كمان لما تجربوا هتقولوا على يدي. على يدي. البانيه هنا والمكرونه هنا، ماخدوش يا بابا ماخدوش. اول حاجه دلوقتي ببتدي ان انا اسلق المكرونه. حطيت ميه على النار والميه غليت كويس جدا، وحطيت فيها معلقه كده من الملح، وبعدين جبت مكرونه شرايط او سباجيتي او اي نوع مكرونه، بس انا ما بحبش ان انا اكسرها، وبسيبها كده لغايه ما تطرى شويه، وبعد كده بقلبها والمكرونه بتتسلق عندي في 10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. خلاص اتعملت، ولا بحط لها زيت يا جماعه ولا اي حاجه خالص. بحبها جدا كده، ممكن اكلها كده ما عنديش مانع. المهم بقى جبت اي حله او يعني اي وك عندك، اي طاسه، معلقتين كده حلوين من الزيت. عايزاكي بس تركزي معايا عشان بجد حلوه قوي ومكوناتها بسيطه، وان شاء الله تكون متوفره عندك في البيت. حطيت معلقه من الثوم، قعدت اشوح كده شويه، وبعدين جبت قرن فلفل سبايسي او يكون يا ستي رومي لو مالكيش في السبايسي، بس تكوني مخرطاه صغير، وحطيت معلقه من الجنزبيل الباودر لو عندك فريش يكون احسن طبعا. تشوحي شويه، وبعدين ابتديت ان انا احط التوابل بتاعتي. حطيت ملح وفلفل اسود، ونزلت بمعلقتين كبار من الصلصه، وقعدت اشوح فيهم كويس جدا. صلصه من البطرمان او تكوني مسبكاها كويس قبل كده. هوت صوص طبعا لو ما عندكيش كفايه جدا ان تحطي شطه باودر وقرن فلفل، بس الهوت صوص زي ما تقولي بيبقى فيها خل يعني. انا حطيت حاجتين ان شاء الله يكونوا موجودين عندك في البيت، لان بجد طعمهم بيفرق جدا وبيودي المكرونه في حته تانية خالص. الصويا صوص والباربيكيو صوص. طب يا نهله انا ما عنديش باربيكيو صوص، ممكن تحطي بابريكا مدخنه كتير. طبعا الشطه اختياري. كنت ضربه حوالي كيلو من الطماطم، ضرباه على نص كوبايه من الميه في الخلاط، حطيتهم وتدوقي بقى وتظبطي. زي ما قلت لك انا حاطه بابريكا مدخنه وشطه وملح وفلفل اسود وجنزبيل باودر. ما بنحطش يا جماعه ولا بصل باودر ولا توم باودر ولا زعتر ولا اي حاجه على المكرونه دي، بتبقى كده طعمها حلو جدا. طيب يا نهله طبعا ايه السر بقى؟ الحته بتاعتي دي الاخيره دي، بحط معلقه سمنه بلدي كبيره كده، وبتاكد بقى ايه انها اتسبكت كويس لدرجه ان السمنه البلدي طلعت على الوش. هبتدي اجيب المكرونه هشطفها شطفه الاول، هشطفها شطفه ضروري، وبعدين عشان تشرب بس من الصوص ما تبقاش متكتله، واقعد اشوحها كويس جدا كده. والخطوه دي بتكون وكله قاعد على السفره وخلاص هتاكله. احنا بس حابين نحط لكم المكرونه كلها ورا بعض، بس انا في العادي بحط الصلصه على جنب والمكرونه بسلقها واحطها على جنب، وبعدين لما باجي كلهم بيبقوا قاعدين عشان اديلهم الاكل هسخن الاثنين على بعض. دلوقتي بقى انا عايزه اعمل معاكم فراخ بانيه يا جماعه، وانا مش عارفه ليه اليوم ده ما كانش عندي فراخ بانيه العاديه السمك العادي، كان عندي الصدور الكامله التخينه دي. لقيت سلمى بنتي بتقول لي يا مامي بقول لك ايه، انا بشوفها في بعض المطاعم بتعملها القطعه كبيره كده. قلت لها خلاص احنا نعملها كده، نقسمها بالنص وبعدين نفردها وندقدقها شويه، لكن ما نقطعهاش على الاخر عشان تبقى قطعه كبيره زي ما انت عايزه. حطيت لها بقى بصلايه كبيره مبشوره وملح وفلفل اسود، وما تقوليليش ميه البصل كفايه، لا مش ميه بصل، حطي البصل المبشور كله. طب يا نهله نسيبها قد ايه؟ ما يقلش عن ساعه لو انت فعلا عايزه طعمها يبقى حلو. بصوا انا عماله انغزها كده لان انا عماله ادور على المدق مش عارفه راح فين، بس المهم يعني قلت عشان يتوغل فيها الطعم كويس. وارجوكي ما تحطيش ميه بصل بس، لا هي كده بتبقى الطعم حلو، مش عايزه اقول لك قد ايه حلوه جدا. بصوا خلاص بننضفها بقى كده من البصل بتاعها. وعلى فكره البصل ده لو فريش وانتي حطاه مثلا بقالك نص ساعه، ممكن تجيبي كيلو فراخ بانيه تاني وتغسليه كويس جدا جدا يكون عندك اوريدي يعني. وبقيه البصل ده ممكن تحطيها فيه وممكن تحفظيه بعد كده في الفريزر عادي خالص مفيش اي مشكله. لكن لو البصل ده من قبلها بيوم بالليل في التلاجة، لا خلاص بيترمي تاني يوم. المهم يا ستي بقى نضفت منها البصل كده زي ما قلت لك وشلته، بس مش قوي بيني وبينك. بصي ستايل فيه شويه بصل، بصوا طعمه روعه بيبقى حلو قوي. حطيت بيضتين
ورشه ملح ورشه فلفل اسود بسيطه كده، وعملتهم ميكس على بعض كده. لسه هجيب طبق تاني واجيب بقى ويسك ومش عارفه ايه كده يا جماعه زي الفل. جبت البقسماط اللي بقول لكم عليه او الباتون ساليه من عند فرن الفينو اللي بيبقى فيه سمسم وحبه البركه ده. مش عايزه اقول لكم طعمه روعه. طبعا يا ريت وانتي تختاريه لونه فاتح، ما تختاريهوش غامق، عشان لما تطحنيه في الكب عندك يبقى لونه فاتح، ما يبقاش غامق ويغمق منك وانتي بتحمري. المهم بقى ان البقسماط ده غير طعمه وغير قيمته الغذائيه، عشان السمسم وحبه البركه مش بيخلي البانيه او البفتيك يشربوا زيت خالص. بس ايه بقى، تدوسي كويس جدا، تدخلي البقسماط في انسجه اللحمه نفسها شخصيا كده. بصوا تدوسي كويس قوي قوي، وبعد كده تنطري كده الزيادات، وبعد كده مستحيل الكفر يفك. بصي بقى مستحيل وتحدي. بصوا شايفين القطعه كبيره ازاي؟ طبعا انت عايزه تصغريها انا بس بقول لك ان كانت سلمى طالبه مني الطلب ده، حبيت يعني انفذ لها طلباتها، يعني كالعاده يا جماعه البكريه كلكم عارفين. المهم يا جماعه بقى ايه، خلاص كده انا خلصت الكميه عندي كلها. وبرده انت يعني المفروض ان احنا دلوقتي بتحمري قبل الاكل على طول، ما تحمريش الحاجه وتركنيها. وعلى فكره لو عايزه تفرزيها برده بالوضع ده بتفرزيها عادي جدا في الفريزر، بس لما بتطلعيها بتستني انها تفك، ولازم تحط لها بقسماط تاني قبل ما تحمريها علشان ما تبقاش معجنه منك. حمري الفراخ كويس بعد ما تقدحي الزيت، ما بتاخدش يا جماعه دقيقتين 3. ليه بقى؟ مدقدقينها، سايبينها في بصل، كل ده بيسرع في تسويتها. وما تحطيش اكتر من 3 قطع مثلا في الطاسه او 4، ده بالكتير جدا. ما تزنقيش عليهم عشان الزيت ما يبردش منك وتشرب زيت معاكي. بعرف بقى منين انها استوت؟ بطلعها كده وبمسك الطبق الكفر الخارجي ده، الاقيه بقى كريسبي كده شويه، مش معجن وطري. بعد كام دقيقه كده، ما تتاخريش عليها، يعني 3-4 دقائق كده بس بالكتير، ويكون الزيت مقدوح جدا عادي. بس تخلي بالك عشان ما تغمقش منك. واول ما لونها يبتدي يغير تبداي كده بقى ايه، تمسكيها كده وتشوفي لو الطبقه الخارجيه ابتدت تبقى كريسبي كده وناشفه كده، هو كده يبقى هي استوت، لان كده الطبقه تبقى لزقت عليها ما تبقاش معجنه. ولو الزيت مش مقدوح البقسماط ده كله ممكن ينزل ويفك منك في الزيت. مامي طبخ لنا ايه النهارده؟ بانيه ومكرونه. هي يا حبيبتي طبخه ايه النهارده؟ بانيه ومكرونه يا حبيبي. ايه يا جماعه متضايقين ليه من البانيه والمكرونه؟ بس على فكره هو مش اي بانيه ومش اي مكرونه برضه. يا لهوي، ما كانتش كبيره وتخينه كده اهو، ما تلزمنيش، ومربربه كده. بسم الله. رهيبه، حلوه قوي، وعلى قد بساطتها دي ما بلاقيش حد يعملها كده، وما باكلش الطعم ده بره، مش عارفه ليه. فاكرين ان بكتر التوابل وكتر الحاجات وكتر الكفر موضوع ابسط من كده بكتير واطعم من كده مفيش. وانتوا كمان لما تجربوا هتقولوا. يعني انت مش هتبطلي فقره الغيظ دي؟ مش لا هتبطلي؟ لا ما تهزروش يعني لما تكونوا بنهايه كده اغيظكم ولا ما اغيظكوش؟ ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم قد الدنيا دي كلها، ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو جاي حلوين. باي باي.